حماية المستهلك. عاطف بيه، مساء الخير. اهلا يا مصطفى بيه. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بك اهلا بك يا مصطفى. يعني الناس تشتكي من المشكلة المزمنة وهي غلاء الاسعار. انت رئيس جهاز حماية المستهلك، ما هو دور الرقابة في الاسواق وعلى الاسواق؟ كيف يمكن بالفعل وضع حد للارتفاع الجنوني للاسعار واللي بيتم حتى بعيدا عن الحكومة بيتم بواسطة التجار انفسهم؟ الناس عندها حق يا مصطفى بيه. طبعا احنا كلنا ما حدش يجي زي المثل البلدي بيقولوا ما بتشوفش من الغربال يبقى اعمى. عندنا ارتفاعات اسعار لا عندنا في استغلال في السوق من ابشع ما يمكن. عشان كده احنا متقدمين بقانون جديد اللي هو يساعدنا في موضوع ضبط الاسعار. الحمد لله ان احنا جات لنا قبلة الحياه من السيد رئيس الجمهوريه لما شرفنا في 28/4 وفي عيد العمال ووجه الحكومه بدعم جهاز حمايه المستهلك، لان السيادة شاعر باللي بيحصل في السوق. احنا عندنا حاجتين احنا بنتكلم عليها ان احنا لازم ان احنا حمايه المستهلك مش جهاز حمايه المستهلك. حمايه المستهلك عباره عن المستهلك، جهاز حمايه المستهلك، القانون، جميع الاجهزه الرقابيه، الاعلام اللي حضرتك تسليط الصوره على اللي بيحصل في الاسواق ده من اهم ما يمكن. احنا عندنا بنحاول نشتغل على محاور كثيره. من اهم المحاور ان احنا نوجه ان احنا ننسق العمل اللي بيننا وبين الاجهزه الرقابيه. احنا عاملين لجنه اسمها اللجنه العليا للرقابه على الاسواق، بنقعد مع كل الاجهزه الرقابيه، بنتكلم، بنتبادل المعلومات، عشان ما يحصلش ان يبقى فيه في المفروضات انا بشتغل وهو بيشتغل وبنشتغل على حاجه واحده. طب ما كل واحد فينا يشتغل على حاجه ويبقى حاجتين وليهم تاثير. عندنا موضوع احنا مهم جدا احنا نازلين بيه الفتره اللي جايه مع المجلس القومي للمراه. انت عارف حضرتك احنا طيب الاسعار بتزيد، طب ما في كمان ان احنا نشتغل على ان احنا نزود قوه المستهلك في توازن العلاقه ما بين التاجر والمستهلك فيما يختص بسياسه العرض والطلب. اذا كان لغايه دلوقتي احنا ما عندناش تسعير او ما عندناش ان احنا تحديد الاسعار طبقا لقانون التنافسيه، طيب ما احنا كمان لازم ان احنا نزود قوه المستهلك فيما يختص بالنمط الاستهلاكي. اتفقنا مع الدكتوره مايا مرسي واحنا قعدنا مع بعضينا وحطينا فيه مشروع من 3 محاور مهمه جدا هنشتغل عليها باذن الله. هنبتدي في البحيره ونطبق مشروع كده يبقى موديل سايت ان احنا نجرب اذا نجح نطبقه في كل المحافظات، وازاي ان احنا ندرب المرشدات او الرائدات اللي هم كمان انه على موضوع النمط الغذائي وترشيد الاستهلاك، وان ازاي خلي بالك حضرتك زي ما دايما اقول مره عايز يعمل طبق السلطه يروح جايب سيرايه وجزرايه وقطايه ويعمل طبق السلطه. احنا بنشتري كيلو نعمل نفس الطبق وبنرمي الباقي. الهادر ده عايزين نوري المستهلك ان هو يمثل ليه اضافه. لو احنا كتبنا احنا ما نقولش حد حرمان، ليس في مجال سياسه جهاز حمايه المستهلك ان احنا نقول لحد احرم نفسك، انما في نفس الوقت نقول له ايه؟ خد اللي انت عايزه، ما تاخدش بالسوق اللي انت مش هتحتاجه، لان في واحد بعديك لو ما لقاهوش انا وانت بكره هناخده بازيد. عندنا في حاجه يا استاذ مصطفى بنحاول احنا نتمنى ان تستمع لينا وزاره الماليه، لان احنا بنتكلم كجهاز حمايه المستهلك على اهميه وجود سياسه نقديه موجوده في السوق تمسك اسعار السلع اللي هي مثلا اللي هي البهيده. تعرف حضرتك اي سلعه عباره عن مدخل فيها العديد من المدخلات تكون السعر النهائي. طب انا مثلا عندي حاجه بجنيه زادت 2%، طب المفروض في اي بلد في العالم هتبقى ب 102. طب هو انا عندي قرش متداول في السوق المصريه عشان يمسك اسعار الارتفاعات اللي هي بتطلع؟ فالوضع الطبيعي ان السعر بينط ياخد اقرب سعر عمله متداوله الا وهي النص جنيه او الجنيه، فهنبص نلاقي عندنا 48% ساعات بتبقى مثلا لو هي زادت 6% هنلاقي 48% زياده غير حقيقيه لسعر السلع. بالاضافه ان احنا عايزين دايما الناس اتكلمت وقالت رئيس جهاز حمايه المستهلك بيقول زياده الاسعار حاله نفسيه. المقصود بكلمه الحاله النفسيه
مش عايزين ان احنا كل حاجه نقول زادت الاسعار زادت الاسعار، احنا عايزين نحدد ما هي اللي زادت، الاسعار اللي زادت. اكيد، واحنا محتاجين كمان دوركم الرقابي سياده اللواء عاطف يعقوب ان شاء الله في الفتره الجايه، معذره لان الوقت الحقيقه انتهى، اسفين جدا. احنا محتاجين الحقيقه نتناقش معاك بشكل اكبر، وشاكرين وعارفين جهودك اللي بتبذل في هذا الاطار. يعني بقي في النهايه ان احنا برضو نطرح سؤالنا مرة أخرى على السيد وزير التموين. حضرتك مقيم في فندق سميرة ميس منذ فبراير 2014. هناك سويت رقمه 10 رقم السويت 1038. قيمة ما دفع في هذه الفترة من فبراير 2014 إلى أغسطس 2016 يجاوز حوالي 6 مليون جنيه. احنا عايزين نعرف سؤال بسيط،